رئيس مجلس أمناء المدرسة والأستاذ الفاضل إبراهيم سعد. أهلا وسهلا بكم في مدرسة الشيخ شعيب. سلام على من طود الحقيقة شامخا يذود عن القيم الجليلة مبصرا، سراج منير لا يخاذل وجهه وفي الشؤون القانونية بات منورا. دكتورنا السيد بحيري مفخرة سماته عدل وفكر مفتاح كل الحقيقة، كان قلمه يحيي القضايا صادقا متبخرا. محبوب قومه والقلوب تجب له، الضرب يزهو إن حطاه متفكرا. فسلام روحي لا يقدر مثله للدكتور سيد بحيري موقرا. فليتفضل. أنا يعني ليس لدي من الكلمات الرصيدة البليغة لكي أستطيع الرد على تلك أو على هذا المدح الذي لا أستحقه. تسلم. أنا أشكرك على هذه التقدمة، وإن كنت لا أستحق يعني ما قيل فينا، وإن صدق ما قلت فهو لكتيبة الشؤون القانونية الجمعاء التي يتأخرها السيد بحيري ويتقدمها زميلاه المستشار نسيم السلموني والأستاذ حسني السلمي رفاق الضرب بالقسم. لا أريد أن أطيل عليكم نظرا لأن بعض بناتنا وأبنائنا في الشمس، ولكن سأعرض قليلا على نقطتين. إن كنا نتحدث عن حفظة القرآن الكريم فأقول القرآن الكريم نور الله المبين وصراطه المستقيم وحبل الله المتين، من حدث به صدق ومن حكم به عدل. فأنا أحيي هؤلاء براءم الإيمان من الصبية الصغار أن حفظوا القرآن الكريم، فهنيئا لهم ولأسرهم ولمعلميهم ولمدرستهم. أيضا ليس هناك أجل من التفوق العلمي لهم بأن حصلت مدرسة الشيخ شعيب الصدارة والمركز الأول على مستوى إدارة المنزلة التعليمية، وكأنهم يعملون بالعبارة التي تقول: تعلم العلم واقرأ تحز فخار النبوة. فالله قال ليحيى: خذ الكتاب بقوة. وها هم كانوا في طليعة المتقدمين الأوائل على مستوى إدارة المنزلة التعليمية، فهنيئا لهم ولمدرستهم. وفي نهاية الكلمة لا يسعني إلا أن أتقدم لإدارة مدرسة الشيخ شعيب الابتدائية ومديرتها الأستاذة ليلى خضير وباقي الهيئة الموقرة بكل الشكر والتقدير على أن جعلوا مدرستنا الجميلة تتبوأ الصدارة لإدارة المنزلة التعليمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. ومع الغناء وأغنية عن مصر مع حفيدة الأستاذ فريد حال الطالبة بالصف الثاني الابتدائي لمدرسة الشيخ شعيب في الوزارة. استنى تعالى هنا نتكلم عن ايه؟ نتكلم عن ايه؟ مصر. هاي